يا صباح البسبوسة على عيونكم، والله العظيم النهاردة عملت حتة دين صينية بسبوسة تستاهل بقكم، والله العظيم تحفة جدا جدا. طبعا كلنا عارفين اسعار دلوقتي الحلويات بره عاملة ازاي. نعمل بقى الحلويات في البيت. عايزة اقول لكم انا كان نفسي في حتة جاتو، والله العظيم انا جوزي جايبها بحوالي القطعة، يعني ما تجيش اصلا شوكتين، شوكة ب15 جنيه القطعة الواحدة. تخيلوا لك ان تتخيلوا بقى، فاهمين؟ يعني ما فيهاش اي اختراعات خالص. عبارة عن كيك صغير، حاجة صغيرة خالص ب15 جنيه. هنعمل بقى النهاردة صينية بسبوسة كده في البيت، وهنعمل كمان رز بالزعفران. رز مصري عادي مش رز بسمتي، تمام. وعملنا صينية فراخ بقى في الفرن تحفة جدا. بصوا بقى، انا كنت مصورة على فكرة معاكم الفراخ قبل كده في فيديو، هي بقى والرز وكده. بصراحة انا هقول لكم الفيديو ده ان شاء الله في التعليقات تحت، او في اول تعليق مثبت، اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف، تمام. هنا كنت جايبة نص كيلو سميد بسبوسة، على فكرة كان ب10 جنيه تقريبا، ب10 او ب11 جنيه، ماشي. حطيت عليهم 2 فانيليا. 2 فانيليا يعني يعني ب2 جنيه برضو، او ب2 جنيه. وكوباية لبن. اول حاجة كده هجيب حلة صغيرة كده او طاسة صغيرة او طبق صغير بيتحط على النار، احط فيه كوباية سكر وكوباية لبن، واحط فيه 3/4 كوباية من السمنة. انا حطيت هنا سمنة بلدي على زبدة صفرة، ماشي. بحب اول ميكس ما بينهم في الحلويات بجد بيبقى تحفة جدا. حطيت سمنة بلدي، بسبوسة يعني سمنة بلدي معروفة بجد، يعني مش محتاجة كلام، تمام. واحط هنا عسل جلوكوز. انا كنت جايبه هنا العسل الجلوكوز، بصراحه ما عندكيش حطي معلقتين عسل عادي اللي هو نحل، عسل نحل. ما عندكيش عسل نحل حطي، اعملي شربات تقيل، يعني زي مثلا كوبايه مي، كوبايه سكر على ربع كوبايه ميه صغيره كده. وهتعملي شربات تقيل، تمام. عصرة ليمونه كده وايه وسيبيه يتقل على النار خالص، وهيبقى برضو شربات تقيل برضو حلو، تمام. اي حاجة لازم تكون يعني لها ايه، قوام تقيل كده تنفع في البسبوسة، تمام. سواء بقى عسل نحل او عسل الكلوكوز، ده على فكرة رخيص مش غالي. يعني البرطمان اللي انتوا شايفينه ده كله مش يعني هيقعد عندي والله سنة، انتوا فاهمين؟ ب20 جنيه. كنت جايبه ب15 او ب20، يعني في الحدود ديت، مش فاكرة والله. انا حطيت بقى المكونات دي كلها على النار كده لحد ما فكت خالص او ساحت مع بعض كده. وجبت هنا بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها البسبوسه، دهنتها بسمنه بلدي. وهجيب بقى السميد. انا السميد حطيت عليه بس ايه، كيس فانيليا ورشه ملح، تمام. بس كده، ما حطيتش اي حاجه خالص. هبتدي بقى انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض كده. انا عايزه بس ان السميد بس ايه يختفي، مش عايزه ان انا اقلب كتير. اهم حاجه في البسبوسه انك انتي ما تقلبيش كتير عشان ما تنشفش معاكي، ويعني ما تعملش كده. انتوا عارفين ان دي سيمولينا طبعا ما ينفعش يتقلب كتير، يعني بينشف معاكوا ويبقى وحش. انا بس ايه بقلب كده بس عشان ايه السميد بس يختفي مع السوائل والكلام ده. انا عايزه قوام البسبوسه يكون مش تقيل قوي ولا خفيف قوي زي ما انتوا شايفينه كده، تمام. اه بيتفرد لوحده. انا عايزه كده القوام كده بيتفرد لوحده. انا مشغله الفرن على درجه حراره، يعني درجه حراره 180، تمام. او يعني درجة حرارة براحتكم بقى، بس انا بحب درجة حرارة 180. لو الفرن بتاعك واطي خالص يعني عليه شوية درجة الحرارة. لو الفرن بتاعك يعني كل واحد عارف الفرن بتاعه، بس انا عايزة حرارة كده متوسطة. احطه على الشبكة لمدة نص ساعة ان شاء الله تحمر، من غير ما تفتحي الشواية هتحمر من نفسها. هنعمل هنا الشربات. جبت هنا كوبايتين سكر على كوبايتين مية، ماشي. كوبايتين سكر وكوبايتين مية. في ناس بقى بتعمل الشربات اللي هو الخفيف، مثلا كوباية سكر، كوبايتين سكر، كوبايتين مية على كوباية ونص سكر، براحتك يعني. انا بحب الشربات كده، كوبايتين سكر على كوبايتين مية وعصرة ليمونة وواحدة فانيليا، باكت فانيليا، تمام. بس كده. هبتدي بقى انا احطها على النار قبل ما المسبوسة طبعا تستوي معايا وتحمر من جميع الاتجاهات كده. هيكون الشربات معايا اتعمل. وكمان كنت عاملة بقى الغدا، يعني كنت بخلص كل واحد كله في وقت واحد، الحلويات مع الاكل. عملت رز اصفر بالزعفران بقى بالقرفه، تحفه تحفه يا بنات، والله العظيم تحفه بجد. رز مصري عادي مش رز بسمتي. طبعا بقى انا نسيت اقول لكم حطوا لايك، نسيت بجد والله. يعني من فضلكم من فضلكم بقى يعني. انا بجد مش عارفه اقول لكم ايه. طبعا الناس محترمه
وهتقدروا تعبي ومجهودي وهتعملوا لايك دلوقتي. بس بقى انا بقول لكم بالذوق كده اهو، يعني انا يعني ايه بحرجكم بالذوق، بالذوق بجد. عملت هنا رز بالزعفران. بودرة الزعفران على فكرة عند العطار بتتجاب يعني، رخيصة جدا. بحط يعني شوية كده في مع الايه مع الرز بيديني اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده. وعملت صينيه فراخ تحفه في الفرن، تحفه تحفه. صينيه طبعا بطاطس بالفراخ. حاطط بس بطاطسايه صغيره كده تحت كده، مش عايزه ان هي ايه تكون مليانه بطاطس بقى والكلام ده. وعملت شويه سلطه خضراء. وكان ده الغدا بتاعنا النهارده، والحلو بتاعنا بعد الاكل طبعا بعد ما اكلنا. البسبوسه طبعا طلعت اهي زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم لونها ذهبي، لونها جميل جدا. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه سمنه بلدي كده في الشربات عشان يديني اللمعه بتاعه البسبوسه بتاعه المحلات. بجد تحفه. اول كده ما بتطلع بالفرن بتسقيها بالشربات على طول على طول. الشربات بيكون دافي والبسبوسه بتكون سخنه لسه خارجه من الفرن، يعني والشربات كمان لسه خارج من على النار. هسيبها بقى. المفروض ان انا اسيبها بس انا ما سيبتهاش. المفروض ان انا اسيبها يعني ايه تشرب الشربات بتاعها، واسيبها تهدى كده شويه عشان ايه ما تتفرولش معايا. بس انا بصراحه مستعجله وعايزين ناكل حاجه حلوه بعد الاكل طبعا انتوا عارفين. تمام. هي لسه ما شربتش الشربات بتاعها. المفروض اسيبها نص ساعه بعد ما اعملها كده او ساعه تشرب الشربات كده وتهدى كده، وبعد كده اقطعها. المهم ان انا قطعتها على طول وهناكلها على طول. عايزه اقول لكم ما فيش احلى من كده. انا قطعت حبه كده ايه يعني نحلي بيهم بعد الاكل، وهسيب دول اغطيهم كده بقى مع نفسيهم. بصوا البسبوسه عامله ازاي، تحفه بجد تحفه. في ناس كده البسبوسه بتقلب معاها الكيكه، لا. ده عشان انت بتحطي بيكنج باودر على البسبوسه. البسبوسه ما بيتحطش، البسبوسه بتاعت المحلات ما بيتحطش عليها بيكنج باودر طبعا بقى.